السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذا اللقاء الجديد من خلاله نلقي نظرة على الأحوال الجوية لبلادنا لمساء هذا اليوم ويوم الجمعة وتوقعات الأيام القادمة. أجواء ممطرة وبغزارة وبكميات مهمة إن شاء الله، تساقطات مطرية مستمرة في مساء هذا اليوم على العديد من المناطق ولله الحمد. تحسنت فرصة تساقط الأمطار على العديد من المناطق الوسطى للبلاد. إذا نبدأ توقعات هذه الأحوال الجوية من مساء هذا اليوم، حيث التساقطات المطرية تبقى خفيفة ضعيفة بالنسبة لأصيلة وطنجة، خفيفة وضعيفة على تطوان، وضعيفة كذلك على مناطق وزان ومناطق فاس وقرية أبو محمد. وهذه المناطق الشمالية تبقى أمطار خفيفة كلما اتجهنا نحو المناطق الجنوبية، وإلا تصبح الأمطار إن شاء الله مهمة. أمطار معتدلة على جيجو، على خنيفرة، على بني ملال، وأمطار مهمة كذلك ربما تصل حتى تنغير إن شاء الله وقلميمة، النيف وتزارين، بتساقطات مطرية مهمة. وقد تكون غزيرة هذه الأمطار إن شاء الله على بن قرير، البروج، قلعة السراغنة، سيدي بوعثمان، شيشاوة، مراكش، وكذلك العديد من المناطق. انفراجات كبيرة واسعة على جل السهول الغربية الوسطى، وتبقى الأمطار بكميات مهمة إن شاء الله. جنوب آسفي بمناطق سبت جزولة بعض الأمطار تبقى خفيفة. تملست أمطار خفيفة، أمطار مهمة على تفتاش، وأمطار مهمة على الصويرة، غزيرة وقوية على مناطق أي داود وتامري وشيشاوة، إيمين تانوت، أوكيمدن، أمزميز، تارودانت، أكادير، أيتباها، بالفاع. وأمطار كذلك معتدلة على إغرم وتفرا وتيزنيت. نتكلم دائما بعد منتصف نهار اليوم. أمطار مهمة كذلك على سيديفني وعواصف رعدية على طنطان، أخف النير. والأمطار كذلك تصل حتى طرفية والعيون، بعض القطرات المطرية الخفيفة. بالنسبة لبعض المناطق الشرقية الجنوبية إن شاء الله قلميمة، ربما أرفود بعض القطرات، قلميمة، تنغير، النيف، وتزارين، قد تشهد بعض التساقطات المطرية. تساقطات ثلجية ضعيفة إن شاء الله على أوكيمدن تظهر، وبعض المناطق تبانت إن شاء الله في بعد منتصف نهار اليوم. في المساء إن شاء الله استمرار التساقطات المطرية وبغزارة وبكميات مهمة على مجموعة من المناطق السوس، وتساقطات خفيفة على العيون، وأمطار وعواصف رعدية لأخف النيل، خصوصا على طنطان، على أبطاح. أمطار وعواصف رعدية على سيديفني، قلميم، تساقطات معتدلة. أمطار غزيرة على تيزنيت، بالفاع، وأمطار مهمة وغزيرة وأحيانا قوية على تامري، أكادير. وأمطار معتدلة على تارودانت، أيتباها، إغرم، تفراو، تازناخت، ورزات، عين مطر، بومنداتاس. تساقطات تصبح إن شاء الله مهمة. وتحسنت فرصة تساقط الأمطار بالنسبة لمناطق قلعة سراغنا، مراكش، سيدي بوعتمان، تساقطات غزيرة وأحيانا قوية في هذا المساء. شيشاوة، مناطق الصويرة كذلك، بتفتاش، تصاوير، أمطار معتدلة، ربما بعض الأمطار كذلك المعتدلة على إيغور، الشماعية، قطرات خفيفة بالنسبة لسبت كزولة، جمعة سحيم. وتبقى الأمطار المهمة على اليوسفية، على الشماعية، على بن قرير، وانفراجات كبيرة على السواحل الغربية. تبقى بعض الأمطار الخفيفة على سيدي بن نور، ولاد فريج، وقطرات وأمطار خفيفة كذلك على برشيد، على سطات، وعلى بعض المناطق الشمالية بالقارة. والأمطار المهمة إن شاء الله كلما اتجهنا نحو المناطق غرب الأطلس الكبير، والزم، خريب، قاب، الجعد، سقامنا، القيسر، دار الشافع، البروج، مناطق ولاد زيدوح وفقي بن صالح. تساقطات مهمة كذلك على خنيفرة، ميدلت، كذلك تساقطات إن شاء الله مطرية معتدلة. تساقطات ثلجية قد تحضر على إمشيل، الرشيدية تصل أمطار إن شاء الله معتدلة، تصل لبعنان، بوتني، قرامة، والريش، ومجموعة من هذه المناطق إن شاء الله في مساء هذا اليوم. تساقطات مطرية تصل كذلك ربما حتى توريط بعض القطرات المطرية. بالنسبة للمناطق الشمالية تعود الأمطار ابتداء من مساء اليوم على طنجة، أصيلة، والعرائش، وللا، ميمونة إن شاء الله ابتداء من المساء. ثم في الليل هذه التساقطات المطرية ربما تتراجع على العديد من المناطق الوسطى للبلاد، وتبقى وتزداد غزارة التساقطات المطرية إن شاء الله على طنجة، أصيلة، العرائش، وتطوان، وشفشاون، باب برد، والمناطق وزان. وتزداد غزارة الأمطار إن شاء الله لهذه المناطق. قطرات وأمطار خفيفة متفرقة جنوب وجدة، بجرادة، بوعرفة، في قطاط الحاج، شمال بني تجيت، مناطق قرامة، والريش، والراشدية، قلميمة، ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. استمرار الأمطار على مناطق سوس، تلوين، أكادير، تارودان، أيتباها، بالفعل، لكن تتراجع حدة الأمطار، تبقى أمطار معتدلة كذلك على مناطق الصويرة وتامري، وانفراجات كبيرة على باقي المناطق. ربما تعود بعض الأمطار السحب الكثيفة نحو الوالدية، آسفي، والجديدة، مع احتمال أمطار خفيفة إن شاء الله في منتصف ليلة الجمعة. تساقطات مطرية مستمرة إن شاء الله على مناطق ربما تصل إلى الزاق، تصل كذلك إلى المسيد. وتبقى بعض الأمطار على يفرن الأطلس الصغير إن شاء الله في منتصف ليلة الجمعة. بالنسبة لصبيحة يوم الجمعة
الجمعة تبقى بعض الأمطار دائما حاضرة على أقصى هذه المناطق الشمالية للبلاد: طنجة، تطوان، أصيل، العرائش، فشاون، وزان، مرتفعات أكنول وإساكن ومناطق سيدي اللالتازي، قطرات على الرباط، قطرات على الجديدة، وقطرات خفيفة على الوالدية، سيدي بنور، اليوسفية أو آسفي، وسبت جزولة، وتلمست، والصاورة. إن شاء الله احتمال عودة التساقطات المطرية لهذه المناطق، تساقطات مطرية إن شاء الله على تارودانت، أكادير، تلوين، وبلفاع. تبقى أمطار معتدلة على هذه المناطق. باقي المناطق الأخرى تبقى الأجواء مستقرة. في فترة الظهيرة وبعد منتصف النهار تزداد السحب كثافة وتزداد غزارة الأمطار مع عواصف رعدية على طنجة، تطوان، أصيل، العرائش، فشاول، لميمونة، وزان، مرتفعات الساكن، أكنول، وكذلك مناطق تاونات وسيدي سليمان، سيدي علال التازي، الرباط، والدار البيضاء. تهم تساقطات مطرية خفيفة وضعيفة على برشيد، على القارة، على الجديدة، ولاد فريد، سيدي بنور، خريبكا، البروج، الوالدية، آسفي، اليوسفية، الصويرة، مرتفعات الأطلس الكبير، وبني ملال، خنيفرة، بتساقطات مطرية كذلك على مناطق سوس، على جل مناطق تالوين، أكادير، تارودانت، إغرم، أيتباه، تافراوت، وتيزنيت، وقلميم، وربما بعض القطرات حتى بطنطان في بعد منتصف نهار يوم الجمعة. ثم تتواصل هذه الأمطار إن شاء الله في مساء يوم الجمعة للعديد من المناطق، وقد تشمل إن شاء الله في المساء مناطق الشرقية بما فيها بركان، وجدة، وتاوريرت، ربما الدريوش، وكذلك الحسيمة وتازة، ومناطق فاس ومكناس. تصبح الأمطار أكثر أهمية، وأمطار وعواصف رعدية لجل هذه المناطق الشمالية: طنجة، أصيل، العرائش، فشاون، ببرد، وزال، لميمونة، مناطق تاونات، قرية بو محمد، سيدي سليمان، سيدي علال التازي. أمطار معتدلة على الرباط. استمرار الأمطار على بن سليمان، على القارة، على الدار البيضاء، على الجديدة. استمرار الأمطار على فاس تبقى خفيفة، على أسفي تبقى خفيفة على هذه السواحل والسهول الوسطى للبلاد، وتبقى كذلك حتى على مناطق سوس، تارودان، وأكادير بعد التساقطات المطرية. واستمرار الأمطار على بني ملال، أزيلال، ومناطق زاوية الشيخ وخنيفرة بتساقطات مطرية. انفراجات كبيرة على مراكش وباقي المناطق الأخرى، مع سحب كثيفة كذلك على فيجيغ، ربما شمال فيجيغ وبعض المناطق هنا قد تأتي كذلك بعض التساقطات المطرية. ثم إن شاء الله هذه الأجواء الممطرة تستمر في ليلة السبت، ثم صبيحة يوم السبت إن شاء الله المزيد من التساقطات المطرية على العديد من المناطق والسهول الغربية، خصوصا أقصى المناطق الشمالية وبعض المناطق سوس خلال يوم السبت. ثم تدريجيا تتراجع هذه الأمطار في مساء يوم السبت على جل مناطق بلادنا، على أن تعود الأمطار إن شاء الله صبيحة الأحد على مجموعة من المناطق الشمالية للبلاد بتساقطات مطرية مهمة على جل المناطق الشمالية للبلاد، بتساقطات وعواصف رعدية أحيانا قوية، وتشمل حتى المناطق الشمالية الشرقية خلال يوم الأحد. تتراجع هذه الجبهة الممطرة خلال يوم الاثنين، تبقى على أقصى المناطق الشمالية، وكذلك الثلاثاء تقتصر على أقصى المناطق الشمالية للبلاد. يوم الأربعاء عودة الأمطار من جديد للمناطق الغربية والشمالية والمجموعة من السهول الغربية وبعض المناطق الوسطى والشمال الشرقي بتساقطات مطرية مهمة خلال الأربعاء والخميس. عموما دخلنا في توقعات بعيدة وما زالت تشير إن شاء الله إلى المزيد من التساقطات المطرية على العديد من مناطق بلادنا. إذا لله الحمد تساقطات مطرية مهمة على العديد من المناطق. نقراو بعض التعاليق ديال الأصدقاء باش نختموا هذا اللقاء. مجيد بجات: بالتوفيق المنتخب المغربي. امين اخويا مجيد. محمد بغاز: عليكم السلام. قرسيف: بالنسبه لهذه المناطق خويا، هذه المناطق الشماليه الامطار ان شاء الله متركزه على المناطق الوسطى وعلى المناطق ديال سوس. بالنسبه للقرسيف وهذه المناطق الشرقيه ان شاء الله تعود اليهم الامطار في توقعات الأيام القادمة. ربما قرسيف إن شاء الله في ليلة السبت قد تصل بعض الأمطار، في انتظار إن شاء الله قدوم تساقطات مطرية مهمة في نهاية الأسبوع على مناطق قرسيف والجهة الشرقية الشمالية. الريش، قرامة، ذكرناهم إن شاء الله يقدر توصل لهم بعض التساقطات المطرية إن شاء الله. زاقورة بالنسبة للجنوب الشرقي، زاقورة بالنسبة لزاقورة، بالنسبة لبعض المناطق اللي ما ذكرناهمش ربما زاقورة احتمال شي قطرات يبقى احتمال ضعيف. هم زقيت تصله الأمطار ربما في صبيحة الجمعة. ومن زاقورة تبدو أن شوية القضية ضعيفة بالنسبة للمنطقة ديال زاقورة فالتوقعات. عموما نتمنى ان شاء الله تغير التوقعات، ما زالت هناك جبهات اخرى ممطره ان شاء الله قادمه غادي نشوفوها من بعد. بني ملال، خنيفره، ان شاء الله هذه المناطق يقدر توصل لهم التساقطات المطريه
سوس الأمطار مهمة وقوية حتى مناطق إن شاء الله خنيفرة وهاد المناطق بني ملال توصل لهم إن شاء الله التساقطات المطرية. بالنسبة لبن قرير خويا، بالنسبة لبن قرير إن شاء الله حتى هو كيبان من المناطق المعنية بالتساقطات المطرية. ابتداء إن شاء الله من بعد منتصف النهار غتلتحق الأمطار إن شاء الله ببن قرير وقلعة السراغنة والبروج، خصوصا في المساء إن شاء الله. الناظور بالمناطق الشمالية الشرقية إن شاء الله كاين توقعات الأيام القادمة غادي تكون معنية إن شاء الله، خصوصا مساء الجمعة إن شاء الله، وخصوصا خلال نهاية الأسبوع. ربما الجهة الشرقية إن شاء الله تعرف تساقطات مطرية خلال الأحد إن شاء الله في توقعات الأيام القادمة. تنغير إن شاء الله ربما المناطق المعنية. الناظور اليوم ربما خويا، الناظور اليوم نشوفوا الناظور. بالنسبة للناظور اليوم أخويا ربما تبدو الأجواء بالنسبة للناظور احتمال تكون بعض الأمطار الخفيفة في بعد منتصف النهار. يبقى احتمال وارد وخا واحد شوية ديال الأمطار ضعيفة بالنسبة للناظور في المساء ديال اليوم. ربما إن شاء الله كذلك خلال يوم الجمعة المساء ديال الجمعة قدر تكون إن شاء الله تساقطات مطرية. تازة خويا أيوب، تازة بالنسبة لمساء اليوم ما كاينش، ربما إن شاء الله الجمعة توصل لها تساقطات المطرية تازة وتارودانت إن شاء الله من تاونات ولا تارودانت. أميمة الشتا كطيح دابا في مراكش إن شاء الله. مراكش من المناطق المعنية بقوة خصوصا في هذا المساء، يقدر تزاد في الكثافة ديال التساقطات، وقدر تكون إن شاء الله تساقطات مهمة. من تانوت خويا الحسين معنية بالرشيد. هاد السهول الغربية ربما في المساء ديال ربما تعود لها بعض الأمطار خلال يوم الجمعة. بالنسبة لهذا المساء كاين انفراجات كبيرة واسعة، والأمطار تتركز على مناطق سوس وتتركز المناطق على المناطق ديال سوس، وكتهم هذه المناطق الشمالية في هذه الاتجاهات اللي كتدخل بها هذه السحب الممطرة. بينما هذه السهول الغربية شوية تكون انفراجات كبيرة واسعة على هذه المناطق وعلى هذه السهول الغربية. تارودانت، تارودانت ان شاء الله كاينه تساقطات مهمه في مساء اليوم. قرسيف ان شاء الله قلنا ترجع عليها الامطار في نهايه الاسبوع وخلال يوم الجمعه ان شاء الله. اي داود يوم الجمعه، بالنسبه ليوم الجمعه التساقطات المطريه كتراجع على العديد من المناطق، تتبقى ان شاء الله على بعض مناطق اي داود لكن تتبقى خفيفه، وتتبقى خفيفه كذلك او معتدله على مناطق سوس، وكتولي تساقطات مهمه بالنسبه لطنجه واصيله والعرائش. امين بالنسبه لبرشيد خويا، بالنسبه للبرشيد نشوفوا برشيد بالنسبه لهذه المناطق السهول الغربيه قلنا كتراجع عليهم الامطار. ربما نشوفوا هذا المساء كتبان واحد شويه تساقطات المطريه على برشيد، لكن سرعان ما تختفي. ربما بعض القطرات قد تهمها في المساء لكن بصفة ضعيفة. عموما الجمعة يقدر تكون بعض الأمطار إن شاء الله ضعيفة خلال يوم الجمعة بعد منتصف النهار، خصوصا على مناطق برشيد والمناطق المجاورة. الحمد لله خويا عبد الكريم وكيل عقاري محاميد مراكش، الحمد لله تساقطات وحتى فرصة تساقط الأمطار في التوقعات أصبحت مهمة وغزيرة إن شاء الله في المساء ديال اليوم. أي داود يوم الخميس إن شاء الله يوم الخميس هو اليوم ولا الخميس الآخر. ولاد تايمة كاينة تساقطات أخويا عندكم إن شاء الله. ولاد بالرحيل بالنسبة للمناطق ديال القريبة من تارودانت إن شاء الله تكون التساقطات حاضرة. محمد أي تورير، بالنسبة لأي تورير الحوز إن شاء الله تكون التساقطات المطرية المناطق قريبة شوية من مراكش إن شاء الله. تملال أي تورير إن شاء الله من المناطق المعنية بالتساقطات مهمة إن شاء الله ابتداء من بعد منتصف هذا اليوم إن شاء الله. تساقطات مهمة على أي تورير إلى غاية منتصف الليل، وتظهر الانفراجات بالنسبة لمراكش. إفران خويا إن شاء الله. إفران واش توصلوا تساقطات بالنسبة لإفران؟ إفران 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 الرياح غادي نشوفوا الرياح. رضا عبد العالي المتابع ديالك. وجدة واش معنية بالأمطار خويا؟ مرحبا بك، ونشوفوا وجدة وغادي نرجعوا لإفران. عموما وجدة ان شاء الله في الايام القادمه ربما تكون التوقعات بالنسبه كاين شي امطار خفيفه ربما في هذا المساء لكن ضعيفه بالنسبه لوجده. ربما حتى بعض القطرات بالنسبه لوجده في الصباح ديال الجمعه. عموما ان شاء الله بالنسبه لوجده ربما مساء الجمعه قد تعود الامطار لوجده ان شاء الله في المساء ديال الجمعه وليله السبت. وربما ان شاء الله في توقعات الايام القادمه خصوصا توقعات يوم الاحد تكون وجده وهذه الجهه الشرقيه معنيه بتساقطات مطريه مهمه ان شاء الله. تاونات ان شاء الله من المناطق المعنيه بها التساقطات المطريه. تاونات ان شاء الله توصل لها الامطار كذلك. تاونات بالنسبه لهذا المساء كاينه بعض الامطار الخفيفه حاليا ما كاينش. ربما ان شاء الله في هذا المساء كاينه واحد الامطار خفيفه في انتظار يوم الجمعه ان شاء الله تتحسن فرصه الامطار وتصبح قويه ان شاء الله في مساء يوم الجمعه. مراكش خويا عزيز المعنية اليوم بقوة إن شاء الله. تحسنت كثيرا فرصة تساقط الأمطار على مراكش وعلى مجموعة من المناطق المجاورة، وأصبحت أمطار مهمة وغزيرة إن شاء الله إلى غاية منتصف الليل حيث تظهر الانفراجات. ابتداء من منتصف الليل إلى غاية منتصف الليل هناك إن شاء الله أمطار مهمة.
الشماعية ان شاء الله، ربما الشماعية نشوفوا هذه المناطق اليوسفية كاين الامطار بالنسبة ان شاء الله. كل ما اتجهنا نحو السواحل الا كتضاعف هذه الامطار. كاينه غير غرب الاطلس الكبير بدرجة كبيرة. بن قرين ان شاء الله كاينه الامطار الخوالقه الشماعيه حتى هي ان شاء الله تكون من المناطق المعنيه بها التساقطات المطريه في هذا المساء ان شاء الله، خصوصا في المساء ان شاء الله ربما تمر بعض السحب الكثيفه، لكن ابتداء ان شاء الله كذلك حتى هي من العاشرة والحداش الليل كتظهر الانفراجات عليها. ولاد بالرحيل خويا بالنسبه للمناطق التارودانت كاينه الامطار. يوس افران كاع ما قلتيها، نشوفوا افران خويا، نرجعوا لافران حيت نهار قلناهاش، نعاودوا نرجعوا لافران. عموما افران حاليا كاين واحد شويه ديال الامطار كتمر، واحد شويه ضعيفه بالنسبه لافران. عموما كتبقى واحد شويه الامطار بالنسبه لليل. كاين واحد شويه كتكون تدوز واحد الانفراجات وكترجع. عموما كاين شي شويه ديال الامطار بين الليل، وان شاء الله ربما مساء يوم الجمعه تحسن ان شاء الله فرصه تساقط الامطار بالنسبه لافران. الجمعه والسبت كذلك كاين الامطار ان شاء الله بالنسبه لافران. حتى في نهايه الاسبوع كاينه تساقطات مهمه ان شاء الله في نهايه الاسبوع، خصوصا نهار الحد ان شاء الله على هذه المناطق ديال إفران والمناطق المجاورة والعديد من مناطق السهول الغربية. واتزم والمناطق ان شاء الله قدر تكون حتى هي من المناطق المعنيه في المساء ديال اليوم، مناطق واتزم وخريبكا وخنيفره وزاويه الشيخ بني ملال البروج ازيلال، كاع هاد المناطق ان شاء الله ان زكانا يتملول كاينه الامطار. خويا ياسين كاينه الامطار على اكادير غزيره في هذا المساء ومستمره حتى غدا. شيشاوه خويا سعيد كاينه تساقطات مهمه على شيشاوه ان شاء الله في المساء ديال اليوم. مراكش بالنسبه لسيدي بنور خويا كاينه بعض الامطار الخفيفه بالنسبه لسيدي بنور، قطرات ضعيفة في هذا المساء بالنسبة لسيدي بنور. ربما يوم الجمعة تعود بعض الأمطار الخفيفة إن شاء الله لسيدي بنور خصوصا في المساء، لكن تبقى عبارة عن أمطار خفيفة خلال الجمعة والسبت. في انتظار إن شاء الله قادم الأيام وفي انتظار تحسن هذه التوقعات. سلوى سلوى ورزازات إن شاء الله كذلك، ورزازات يقدر تكون إن شاء الله من المناطق المعنية بالتساقطات المطرية. عموما ورزازات كاينة إن شاء الله تساقطات المطرية من بعد منتصف نهار اليوم. كاين واحد شوية الأمطار إن شاء الله، كاينة تساقطات مطرية بورزات. عموما تظهر الانفراجات في ليلة الجمعة ويوم الجمعة ربما ما توصلهاش الأمطار. عموما كاين واحد شوية ان شاء الله في المساء ديال اليوم كاينه تساقطات شويه على مناطق ورزات كاينه ان شاء الله. سوس كاينه الامطار. سطات خويا كاينه التساقطات المطريه ربما تكون في هذه اللحظات. كاينه امطار خفيفه في الليل لكن دغيا كتجي ديك الانفراجات الكبيره الواسعه، ثم يوم الجمعه ترجع الامطار ان شاء الله في المساء بالنسبه لسطات. قلعة سراغنا كاينه الامطار خويا. الحسين اسفي بالنسبه لاسفي كاينه انفراجات كبيره على هذه السواحل الوسطى، ربما الصويره هي اللي تبقى فيها الامطار. اسفي بعض الامطار الخفيفه وقطرات، لكن في المساء سرعان ما تختفي. ربما تعود بعض الامطار ان شاء الله في يوم الجمعه على اسفي، امطار خفيفه وضعيفه طيله يوم الجمعه وفي صباح يوم السبت ان شاء الله. يزيد فينا بلاصه خويا في الشياضمه مزوده كاينه الامطار خويا سعيد. الفقيه بن صالح كاينه الامطار ان شاء الله خويا بائع المتجول مزيد المدلك. خميس ولاد الحاج وقيل خميس ولاد الحاج، خميس ولاد الحاج. هاد السواحل شويه كاين عليهم انفراجات كبيره والامطار ضعيفه بالنسبه لهاد المناطق. ربما تكون بعض الامطار الخفيفه وغتكون حتى يوم الجمعه ان شاء الله بعض الامطار الخفيفه على هاد السواحل الوسطى. سبت كزوله ان شاء الله من المناطق تكون ربما تكون فيها تساقطات ان شاء الله مطريه. تفتاش تاملست ايغورد. سبت كزوله كاين بعض الامطار الخفيفه ضعيفه بالنسبه لسبت كزوله، انفراجات كبيره. وربما الجمعه تعود ترجع ان شاء الله بعض الامطار الشماعيه وسبت كزوله، لكن تتبقى خفيفه خلال يوم الجمعه. الحسيمة بالنسبة للمناطق الشمالية البلاد ربما تكون الأجواء مستقرة بالنسبة للحسيمة. في انتظار إن شاء الله الجمعة في المساء أمطار مهمة إن شاء الله وغزيرة على الحسيمة. زاغورا بالمناطق الجنوبية الشرقية ربما ليست معنية بدرجة كبيرة. زاغورا ربما للأسف احتمال شي قطرات في الجمعة الصباح لكن احتمال ضعيف. عموما زاغورا ليست معنية لحد الآن. الأطلس الصغير كاين الأمطار. الصويرة إن شاء الله تبقى مستمرة الأمطار على الصويرة تالوين حتى هي جمع تسحيم او الدريوش. بالنسبه للدريوش وهذه المناطق الشرقيه ان شاء الله ابتداء من نهايه الاسبوع كاين تساقطات مطريه ان شاء الله بالنسبه للدريوش. يمين تاروت كاين الامطار. حتى بن كرير ان شاء الله كاين الامطار. قرسيف ان شاء الله في توقعات نهايه الاسبوع الاحد ان شاء الله تكون الامطار مهمه على هذه المناطق. سيد المختار كاين الامطار. اليوسفيه ان شاء الله كاين الامطار لكن كاين شي شويه الامطار ان شاء الله لكن ضعيفه بالنسبه لليوسفيه. تبقى ضعيفة بالنسبة لليوسفية. الأمطار كلما اتجهنا نحو المناطق كلما قربنا لجبال الأطلس الكبير والمناطق الغرب الأطلس الكبير وسوس اللي معنيين بدرجة كبيرة بهذه التساقطات المطرية. بالنسبة لجمع تسحيم
بالنسبة لجماعة سحيم حتى هي شوية القضية قليلة شوية الأمطار، فقط بعض الأمطار الخفيفة بالنسبة للزمامرة وهاد جماعة سحيم. ربما الجمعة إن شاء الله ترجع عليهم بعض الأمطار الخفيفة خلال يوم الجمعة، تقريبا طيلة يوم الجمعة كاينة سحب كثيفة مع أمطار خفيفة خلال الجمعة والسبت إن شاء الله. عموما رشيد كريوتي إن شاء الله تم صورت فيها الأمطار ومازال مستمرة. عزيز مراكش إن شاء الله فيها الأمطار. عبد الإله باشا أي تيمور إن شاء الله كاين الأمطار وبغزارة إن شاء الله في المساء اليوم إلى غاية منتصف الليل، وتغادر الأمطار هذه المناطق المتعلقة. علاش ما قريتيش الكومنتير ديالي في الفرزيات الاخرى؟ غير تيمشيو ليا التعاليق، راه شويه التعاليق كتار وعندي التطبيق راه كنقرا غير هادشي اللي تيطلع في الشاشه، ما كنقدرش نرجع التعليق الى داز ليا من قدامي. داكشي باش صاحبي تبقى تعاود الكومنتير ديالك باش نقراو. طاطا المناطق الجنوبيه الشرقيه طاطا خويا نشوفوا اشت ربما طاطا شفناها البارح انها معنيه بالامطار، لكن للاسف هذا التحديث الاخير ربما في الليل توصل لها بعض الامطار الخفيفه بالنسبه لطاطا. يقدر توصل شي امطار لكن خفيفه وضعيفه بالنسبه لليله الجمعه، يقدر توصل لها ان شاء الله. العموم مره قلنا خويا بائع متجوره ما كنديروا لا فرزيات لا والو. اكتب غير المنطقه ديالك، انت جوج مرات قرينا لك التعليق ديالك يا صاحبي. بن قرير ان شاء الله كاينه الامطار سطات بهاد شويه كل ما بعدنا من جبال الاطلس، الا وكتكون فرصة الأمطار قليلة بالنسبة للسطات. احتمال تكون شي أمطار في المساء إن شاء الله، باقي احتمال وارد في مساء اليوم. سطات وراس العين أمزورة قيسر احتمال بعض الأمطار تتبقى خفيفة إن شاء الله. نتمنى وتابع التوقع بالنسبة لمساء اليوم. وسيط تجاري بركان ان شاء الله. هاد بركان وهاد المناطق الجهه الشرقيه الشماليه، خصوصا المناطق الشماليه الشرقيه مساء الجمعه وخصوصا في نهايه الاسبوع يوم الاحد جبهه ممطره تهم هاد المناطق ان شاء الله بغزاره ان شاء الله. نتمنى تبع التوقع. قلنا بزاف ديال قلنا بزاف ديال المدن كنقولهم وتنعاودهم اصدقائي. نكتفيو بهذا القدر. غادي يبقى الفيديو مسجل وغادي غادي تشوفوه ان شاء الله من بعد ما نساليو هذا البث المباشر. تساقطات مطريه مهمه اللي وصلت الامطار مهمه غزيره، بقاو تصيفطوا لنا اصدقاء الفيديوهات في البريد ديال الصفحه باش نبارطاجيو في الصفحه. اللي بامكانه يصيفط لنا مقطع فيديو على الاقل يكون دقيقه فما فوق باش نبارطاجيو مع الاصدقاء في الصفحه ديالنا ونشوفوا المناطق اللي كانت بها الامطار. شكرا لكم اصدقاء على المتابعه والسلام عليكم.